لا احد ينكر استقرار الوطن، لا احد ينكر استقرار الوطن وسلامته. احنا دلوقتي عايزين نفرق ما بين مصطلحين اساسيين، مفهوم اداره الصراع ومفهوم اداره التفاوض. ما يحدث في مصر وش كده صراع، وصراع على السلطه طبعا، صراع سياسي على السلطه من اجل السلطه. قصه التنازلات اللي حضرتك بتقول عليها يا استاذ محمد هي نقطه تفاوض. طيب نقطة التفاوض دي هتيجي منين؟ هتيجي من خلال حوار مجتمعي. لازم نقعد مع بعض. نقعد مع بعض. السيد الرئيس مهمته الأساسية هنا، النظام الحالي فيه مشكلة أساسية جدا فيه، إنه ما عندوش إدارة أولويات. إدارة الأولويات في هذه المرحلة ما كانتش إصدار إعلان دستوري بهذا الشكل. كان الأول نخلص مما يحدث في محمد محمود أيا كان تصنيف اللي موجودين في هذا الشارع دلوقتي من أعمال، سواء ناس ثوريين أو ناس بلطجية، أيا كان تصنيف. معلش أنا بقول أي تصنيفهم يا أستاذ طلعت، أنا بقول أي تصنيف ليهم. هؤلاء بشر مصريين، وإذا كانوا بلطجية فإحنا اللي خليناهم بلطجية. إحنا اللي أخطأنا في حق الإنسانية، إن دول يوصلوا مفيش حرية، مفيش عدالة اجتماعية، مفيش تكافل اجتماعي، إن إحنا نضم الناس دي إن هي تكون أبناء وطن شرفاء محترمين مثقفين واعيين مدركين. إحنا اللي خليناهم كده. السيد الرئيس مهمته الأساسية دلوقتي إن هو يلم النسيج الوطني تاني، يلم الشمل الوطني تاني، يشوف إحنا دلوقتي عندنا الأساس فين. الأساس عندنا إن إحنا نعمل الدستور اللي هو الوثيقة كشاف هيمشي عليه كل مؤسسات المجتمع، كل مؤسسات المجتمع. دلوقتي السيد الرئيس مطالب من سيادته ان هو يجتمع بكل هذه القوى السياسيه ونتفق على حاجه. سياده النائب قال ان الشعب مش موافق على اللي بيحصل، وان النزول ده نزول من خلال القوى السياسيه. ما هو الشعب المصري يميز او يتميز عن باقي شعوب العالم ان هو بينتفض في لحظه معينه غير معلومه الوقت. انا خايف من ان اللحظه دي تيجي في وقت من الاوقات من خلال ازمه جياع. طيب من خلال ازمه جياع. استاذ طلعت كرئيس بقى لحزب